في عالم مليء بالظواهر الطبيعية الغريبة النادرة، في حاجات بتحصل بشكل مفاجئ وما بتحصلش كتير، زي فيضانات مدمرة وأعاصير مرعبة. لكن في نفس الوقت مش هنقدر ننكر إن بعض الظواهر دي بتكون جميلة وفريدة من نوعها. يلا بينا نشوفها سوا. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب. أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. ما كنتش أتخيل إن البراكين لما تنفجر ممكن تبقى بالجمال ده. بعد سنين من الملل، السقف ده قرر يطلع فسحة للأبد. معروف إن المية بتاكل أي حاجة، بس المرة دي أكلت الطريق كله. سبحان الله، لسه ما خلصتش كلامي. حتى الأسفلت والحديد مش قد قوة المية، ما خدتش دقايق عشان تفرتك الجسر بالكامل. ايه اللي يحصل لما الرياح السريعة والنار يجتمعوا مع بعض؟ حاجة كده من الظواهر الطبيعية المدهشة. كان نفسي اقول شوية تلج فوق البيت، بس الحقيقة ان البيت هو اللي تحت التلج. تخيل جزء من الجبل بيختفي قدام عينك. سبحان الله. عايز اقولك ان حتة التلج اللي بتقع دي قد البني ادم مثلا. اي معركة مع الجليد صدقني هتطلع خسران. مشاهد خسوف الهلال حاجة ممتعة جدا، لكن ايه هي تفاصيل انعكاس الهلال الله اعلم. على الرغم ان العاصفة الثلجية امر شائع في المكسيك، الا ان العاصفة دي فاجأت الكل. متهيالي ان الكتلة دي لو وقعت على سقف بيتها تخرمه. احيانا بيكون حجم الانفجارات البركانية ضخم بشكل ما يتصدقش، زي الانفجار ده مثلا. يا جدع ده لو سفينة فضاء معدية هتشوفه. اكيد صاحب البيت ده ما كانش يتخيل ان هيبقى عنده حوض سمك بره شباكه. في لقطة غريبة جدا وسط اجواء الربيع، 2 من الشباب بيشوفوا المنظر ده، والسبب غير معلوم لحد النهارده. احب انا الناس اللي متصالحة مع المشاكل دي. البعوض ده مشكل جماعات على هيئة أعمدة وبتتحرك زي الأعاصير، شكلها مرعب صراحة.
الشلال ده اتعمل بإتقان بسبب الفيضان. الفيديو ده بيأكد لنا ان احنا ما نستهنش بقوة الفيضان ابدا. الخيم دي خاصة بالناس اللي بيتسلقوا جبل إيفرست، وعلى فكرة على ارتفاع كبير جدا، ورغم شكل الخيم الضعيف إلا إنها بتستحمل بعض الانهيارات الثلجية الخفيفة. حرفيا لو بيعذبوا نفسهم مش هيعملوا كده. للأمانة أنا حبيت المنظر. لو مش قادر تفهم سبب ذهول الناس دي، تخيل معايا كده رد فعل البطاريق لما تكتشف موطنهم في القارة القطبية تحول لصحراء. حرفيا الله يكون في عون الناس اللي موجودة في الوقت ده. أقل ما يقال عن كرات التلج دي إنها مدمرة. المنظر ده حصل بسبب حريق قريب. منظر جميل ومخيف في نفس الوقت. بيحصل عندنا آلاف الحرائق في الغابات سنويا، وغالبا البشر هم اللي بيعملوها أو السبب فيها. أنا مش هقولك منظر جامد وبتاع، لا بجد المنظر مرعب. الموجة من بعيد عاملة زي الجبل. كسوف الشمس ممكن يسبب العديد من الأوهام زي اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. الانهيارات الأرضية من أخطر الظواهر اللي هتشوفها في حياتك، والانهيار اللي قدامنا ده دمر جزء كبير من الغابة. والحمد لله إن ما كانش في حد في الوقت ده وما حصلش إصابات. Bro, look at these clouds. What is going on? الظاهرة دي اسمها السحاب الهارب، وبيقولوا سببها ظروف جوية فريدة. What is going on here with these clouds? اللقطة دي هربانة من عالم ديزني لاند. السحاب ده أشبه إلى حد ما الإعصار، ونحمد ربنا إنه شبهه بس. رغم انهيار جزء كبير من التل بشكل مفاجئ، إلا إن ده أمر شائع في سواحل زي دي بسبب تعرضها للتآكل بشكل مستمر. الحمد لله إن الحادث ما تسببش في أي ضرر لأي حد. دايما كنت شاكك ان السحاب اللي بالشكل ده سببه حد، واخيرا بقى عندنا دليل. ده اللي هيحصل لما تسوق في اكبر موجة مطر جت من 75 سنة. في الحالة اللي زي دي بتقلل سرعتك وتشغل الانتظار، ولو وصلت انك تقف وقف. انتوا مش شايفين ان ده شيء غريب شوية؟ ظواهر طبيعية غريبة بتظهر كل شوية. يا ترى احنا رايحين على فين؟
أنا لو شفت المنظر ده قدام بيتي ممكن أبات في الشارع عادي. لو كان في مقارنة بين الأعاصير وأكثرها رعب، فأظن إن الإعصار ده هياخد المرتبة الأولى. По пути нам встречаются айсберги. المكان ده ناقصه مراكب وتبقى كملت. Сейчас я его в аптеку свожу. Бляха-муха. А? لو لاحظت الأرض بتتنفس بالطريقة دي، عايزك تتأكد إنك في خطر كبير. بجد ربنا ما يكتبها على حد. الناس دي أكيد كان خيالهم واسع قوي. الجراج بقى عامل زي السفينة اللي بتغرق في نص البحر. أنا فكرته في رحلة وسط التلج، لكن الموضوع طلع مأساوي آخر حاجة. أنا اتكلمت عن خطورة الفيضانات، وحقيقة قد إيه هي مرعبة، بتاخد في وشها كل حاجة، الأخضر واليابس. حاول لو شفت المنظر ده قدامك تلف وترجع. طب وبلاعة واحدة هتقدر تسد على كل ده؟ لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، واكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.